ولو انت فاكر ان اي حاجة سمعتها لحد دلوقتي في القصة سواء الجزء الاول او الجزء ده غريبة، فصدقني انت اصلا لسه ما شفتش حاجة، لان اللي جاي اسوأ من اي حاجة ممكن تكون تخيلتها في دماغك اصلا. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدأ احب اشكركم جدا على الدعم بتاع الفيديو اللي فات، بجد انتوا فاجئتوني، واللي قدامكم ده دلوقتي هو افضل تعليق جالي. احب اقول لك بجد شكرا من كل قلبي على دعمك ليا وكلامك الحلو. ولو حابب تعليقك انت يطلع الفيديو الجاي اكتب لنا تحت في التعليقات حاجة حلوة. وقبل ما نبدأ احب اقول لكم شكرا جدا على الدعم مرة تانية، وعاوزين بقى نوصل الفيديو ده ل 30 لايك بس، اظن سهلة. ويلا بينا نبدأ. الطريق ما كانش سهل خالص عشان اقدر اوصل للمكان اللي قال عنه الناجي الوحيد في سورة الجورنان القديم، وده لان الطريق اللي هو وصفه اتلغى واتقفل من زمان، والمكان دلوقتي بقى مجرد طريق مهجور، طريق ما فيهوش حياة. اول ما توصل هناك هتحس ان في حاجة غلط، هدوء زيادة عن اللزوم، مفيش صوت عربيات ومفيش ناس، حتى صوت الهوا مرعب، احساس انك لوحدك في العالم. صدقني الاحساس ده مش مريح ابدا. انا فضلت الف كتير قوي من طريق لطريق ومن شارع لشارع، وكل اللي حواليا هي مجرد شوارع وطرق قديمة ومهجورة جدا، وحرفيا كل طريق كنت بخش فيه بلف وبوصل لنفس النقطة تاني، كأن في دايرة ما بتنتهيش، او كأن الطريق مش عاوزني اوصل. الموضوع بدأ يبقى ممل شوية، خصوصا انك مستني حاجة تحصل وانت اصلا مش عارف ايه هي الحاجة دي. وفضلت كده لحد ما الليل دخل عليا، وساعتها الهدوء بقى أسوأ. طلعت ملاية كنت جايبها معايا في الشنطة وفرشتها على الأرض وفردت جسمي، وبدأت أبص للنجوم والسماء. النجوم كانت واضحة جدا والدنيا هادية بطريقة غريبة. عارف انت إحساس اللي هو السكوت اللي قبل العاصفة؟ ده بالظبط الإحساس اللي أنا كنت حاسه. بس بعدها بدأت أحس إن في حاجة بتشدني للنوم، وفعلا نمت. انا صحيت مفزوع من النوم على الصوت ده، صوت عمري ما سمعت زيه قبل كده. فتحت عيني ببطء وقلبي كان هيخرج من مكانه. قمت وفضلت ابص حواليا لحد ما شفت كانوا نقطتين حمر، لا دول تقريبا كده عيون. مسكت الكشاف اللي كان جنبي بسرعه ونورته ناحيه العيون دي. كان كلب، لا مش كلب، كان حاجه اشبه بالكلب بس واقف على رجله. ظهره كان محني وكان ضخم بطريقه مش مفهومه، مش زي الكلاب الطبيعيه. عشان كده ده اللي خلاني اقول هو اشبه بالكلب. وفي عز الرعب اللي كنت فيه ده حسيت ان حد مسك ايدي. شديت ايدي بسرعه وبصيت، كانت بنت صغيره وبتقولي بكل براءة: عمو أنا تايهة، ممكن ترجعني البيت؟ بصيت بسرعة ناحية الكائن تاني، ما لقيتوش، اختفى كأنه ما كانش موجود أصلا. قمت بسرعة ونفضت هدومي وبصيت للبنت وقلت لها: انت عارفة بيتكم فين؟ ردت عليا وقالت لي: ايوه يا عمو، بس خايفه امشي لوحدي في الضلمه. قطعتها بسرعه بابتسامه وقلت لها: وطبعا عايزاني انا اوصلك؟ ردت عليا بنظره كلها خبث وقالت لي: ده لو انت عاوز. ساعتها قلت في سري: عاوز؟ ده انا اصلا جاي هنا عشان كده. لميت حاجاتي ومسكت ايدي البنت ومشيت معاها، وانا متاكد ان كده ورطت نفسي في حاجه اكبر مني بكتير. بس خلاص ما بقاش في اختيار، لازم اكمل. ولو انت فاكر ان اي حاجه سمعتها لحد دلوقتي في القصه سواء الجزء الاول او الجزء ده غريبه، فصدقني انت اصلا لسه ما شفتش حاجه، لان اللي جاي اسوأ من اي حاجه ممكن تكون تخيلتها في دماغك اصلا. فانزل بقى اعمل لايك لو نسيت في اول الحلقه، ويلا بينا نكمل. فضلنا ماشيين انا والبنت كتير قوي، ولا هي بتتكلم ولا انا عارف احنا رايحين فين اصلا. احنا حرفيا كنا ماشيين وسط صحراء في عز ضلمه الليل. بس الغريب بقى اننا فضلنا ماشيين لوقت طويل جدا، لدرجه اني بدات احس ان الطريق ما بيخلص. وفجاه النهار بدا يطلع ولقيت نفسي قدام قريه. اوبا، انا كده شكلي وصلت للي انا عاوزه. لان القريه اللي احنا دخلناها كانت قريه بسيطه جدا، بيوت على اليمين وبيوت على الشمال، وفي اخر الشارع اللي بين البيوت دي كان في بيت كبير في النص. اول ما دخلت القريه جسمي بدا يترعش بطريقه غريبه، وبروده ضربت جسمي كله. ده برغم ان الجو ما كانش برد واحنا المفروض كنا في فصل الصيف، وكان في ناس راحه وجايه. بس في حاجه غلط، القريه كلها سكوت بطريقه مريبه، محدش بيتكلم، محدش بيضحك، حتى الاطفال ما كانش ليهم صوت. وكل ما ابص لحد يبعد عينه عني بسرعه، وعيونهم كان فيها حاجه غريبه جدا مش عارف افسرها لحد دلوقتي. حاجه مش قادر اوصفها، ما تفهمش ده برود، خوف او تبلد، مش عارف احدد. وانا ماشي ومسحول بالمنظر اللي حواليا وعمال ابص هنا وهنا وهنا، خبطت فجاه في حد، وكان راجل عجوز. لسه بقول له: انا اسف يا حاج ما خدتش بالي. بص لي شويه كده وقال: انت غريب صح؟
لسه بقول له انا صحفي يا حاج، قاطعني في نص الكلام وقال لي ما يهمش انت مين، حاول تلاقي مكان يا ابني قبل المغرب، وسابني ومشي من غير ولا كلمه تانية. وقفت ابص له باستغراب، بس بعدها بلحظه اخدت بالي من حاجه، البنت راحت فين؟ لان لما بصيت عليها لقيتها اختفت من جنبي. ازاي اختفت؟ وازاي ما حسيتش اصلا انها سابت ايدي؟ بصراحه ومن المشهد الغريب اللي حواليا انا ما ركزتش، لان كل اللي كان شاغلني في وقتها هم اهل القريه. ليه كلهم متوترين؟ وليه محدش بيتكلم؟ وليه حاسس انهم خايفين مني؟ وانا واقف سرحان كده حسيت ان في ايد اتحطت على كتفي، اتخضيت وبصيت ورايا بسرعه. كان نفس الراجل العجوز، وقال لي انت لسه واقف مكانك من ساعتها يا ابني؟ تعالى معايا، تعالى يا ابني تعالى، الليل داخل علينا يا ابني وما بقاش في وقت. ليل؟ بصيت بالسرعه على الساعه اللي كانت في ايدي، كانت الساعه واقفه على 3 و13 دقيقه. وقتها حسيت ان في حاجه غلط. ازاي كل الوقت ده عدى وانا لسه واقف في مكاني؟ انا افتكر ان انا اول ما وصلت القريه هنا وصلت والنهار لسه بيشقشق. ازاي كل الوقت ده عدى؟ لقيت الراجل العجوز بيشدني وبيقول لي تعالى معايا بس دلوقتي وانا هفهمك كل حاجه. وكان ماشي بسرعه كانه بيجري. بس الغريب ما كانش فيه هو بس، الغريب في اللي كان بيحصل حواليا ساعتها. فجاه كل اهل القريه سابوا كل حاجه في ايديهم، والكل بدا يجري ناحيه بيته. ناس بتقفل الشبابيك وناس بتقفل الابواب. الموضوع كان غريب جدا بالنسبه لي. فسالت العجوز هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ قال لي ادخل بس دلوقتي وهفهمك كل حاجه. اول ما دخلت البيت العجوز قفل الباب بسرعه، وكان على الباب كميه قفال مرعبه. لحظه واحده، ده مش طبيعي. اللي بيحصل لحد دلوقتي ده مش طبيعي بالنسبه لي، مش حاجه عاديه بنشوفها كل يوم مثلا. بس المشكله ان ده يعتبر كان لسه مجرد بدايه، والاسوأ هو اللي هتسمعوه دلوقتي. فما تنساش بقى لايكك الجميل، ويلا نشوف. بعدها العجوز بدأ يلف على كل الشبابيك اللي في البيت عنده، وكل شباك مفتوح كان بيقفله كويس جدا. وبعدها جه وقعد قدامي وقال لي اسمعني كويس يا ابني، ممنوع تخرج بعد المغرب، وممنوع تفتح اي شباك مهما كان السبب ايه، ولو سمعت صوت حد تعرفه ما تردش، والنور يفضل مطفي، ولو عاوز نور يبقى هي شمعة واحدة بس اللي تولعها. ما اكدبش عليكم، بعد كلام الراجل العجوز ده انا بدات اخاف. قلت له هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ بص لي شويه باستغراب كده وقال نام دلوقتي يا ابني، واول ما النهار يطلع اوعدك هفهمك كل حاجه. بعد ما سابني وقام يخرج رجع تاني بسرعه وبص لي وقال لي اياك تنسى اي حاجه من التعليمات اللي قلتها لك. وفعلا اول ما الليل دخل والشمس غابت كل انوار القريه اختفت، وفجاه المكان كله غرق في الظلام. ايه الظلام دي؟ شفت انت الظلام دي؟ وفجاه المكان كله غرق في الضلمه، ضلمه عمر ما شفت زيها. والهدوء بقى مرعب لدرجه اني كنت سامع صوت نفسي اللي بتنفسه وصوت دقات قلبي. بس بعد شويه بدات اسمع ناس ماشيه وصوت همس وصوت ضحك ولعب اطفال وحركه في الشارع بره. قلت لنفسي طب ما كل حاجه طبيعيه اهو، امال ليه الراجل العجوز كان مرعوب كده وعمال يوصيني كانه بيوصيني على الوصايا العشر؟ بس ما اكدبش عليكم، من ساعه ما سمعت الاصوات دي والفضول اشتغل عندي، وقلت لنفسي انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل بره دلوقتي. وقمت ورحت ناحيه الباب، ولسه بمسك اول قفل وبفتحه ايد شدتني بعنف. كان الراجل العجوز، وقبل ما اتكلم حط ايده على بقي بسرعه وقال لي اسكت، وشدني بسرعه ودخلني الاوضه الموجوده جوه، وقعد قدامي وقال لي بصوت كله خوف هو انا مش قلت لك انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ كنت هتموت نفسك وهتموتني معاك. شلت ايده من على بقي وقلت له هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ انا عايز افهم. العجوز بص للشباك بتركيز وبعدين قال احنا فعلا عايشين هنا يا ابني بس الليل، وسكت. بصيت ناحيه الشباك اللي هو كان بص عليه، حسيت ان في حد واقف بره، حد بيحاول يبص لجوه. جسمي كله اشعر. وفجاه العجوز قال يا نهار اسود. وقبل ما اسال صوت الخبط ده كان جاي من الشباك، وبعدها بدأ همس كلام كتير وما كانش مفهوم. انا اتجمدت مكاني، والعجوز حرفيا كان هيموت من الرعب لان هو اكيد عارف حاجه انا مش عارفها. وبدأ صوت الخبط يزيد مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة كان أسرع وأعنف من المرة اللي قبليها. وما تسألنيش جبت الجراءة دي منين، بس أنا قمت وبدأت أقرب من الشباك ببطء لأني محتاج أفهم. وفضلت ماشي ببطء لحد ما وصلت عند الشباك. حطيت عيني على فتحة صغيرة كانت موجودة في الشباك، واللي شفته ساعتها كان كفيل إن هو يوقف لي قلبي. لو حابين نكمل الجزء الثالث وتعرفوا أنا شفت إيه اكتبولي دلوقتي تحت في التعليقات. كمل وخليك فاكر دايما إن الفضول دايما ليه تمن.